ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم، وربنا يعود علينا الايام بفرحه وخير وسلام وبهجه يا رب. وبما ان دي اول مشكله جت لنا في اول جمعه من رمضان، فانا عايزك تزود الحسنات وفعل الخير بتاعك وتسمع الفيديو ده للاخر وتشارك بنصيحتك وحاول انك تقدم رايك في المشكله. كمان خليني اقول لك لو عايز حد يساعدك ويقف معاك في مشاكلك ممكن تبعت لنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا اللي تلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو اللي انت بتسمع دلوقتي. ولو انت عايز تبعت لنا المشكله اللي انت بتمر بيها او التحدي الصعب اللي عندك ومحتاج حد يساعدك من غير ما يعرف انت مين، هتلاقيني برضه سايب لك لينك الصراحه اللي احنا بنستقبل عليه كل المشاكل وبنعرضها ونشاركها مع الناس، ومش بنكون عارفين مين هو صاحب المشكله. كل ده هتلاقيه في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي، فما تترددش انك تبعت لنا في اي وقت من الاوقات، واحنا بنعمل كده بدون اي مقابل مادي، احنا مش بناخد حاجه من حد. كمان ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي، عشان المشكله دي صعبه ومحتاج عدد كبير يكون بيشارك برايه ونصيحته في المشكله ديت، لان دي مشكله غريبه ومش عايز حد يستخف بمشاعر حد او بمشكله غيره، حتى لو هتبان بالنسبه لك انت ان هي سهله وتافهه ومش مستاهله. انا عايز اقول لك ان عند صاحب المشكله ديت حاجه كبيره وصعبه جدا، وفعلا المشكله بتاعت النهارده صعبه جدا. فمن غير كلام كتير يلا بينا. صاحب المشكله بعته وبيقول لي بدون تريقه بالله عليكم انا انسان زي اي حد بحب السفر والحياه، بس انا مشكلتي حاجه واحده كنت خفيها عن الدنيا كلها، مفيش غير امي واهلي بس هما اللي كانوا عارفين، لغايه ما خلاص اتعرفت. انا لما ببص في عين اي حد بعرف حاجات عنه واعرف اللي قدامي ده سواء كان كذاب ولا لا او بيحور ولا سالك، واعرف اقرا الفنجان كويس لدرجه ان لما ببص في عين اي حد بعرف بلاويه كلها واعرف هو مخبي ايه، لدرجه ان الناس بقت تخاف تخبي حاجه عني. ولو حد هيتجوز بنته يجي يقول لي ايه رايك في العريس دوت، عاوزك تطلع كل اللي مخبيه علينا وتعرف هل هو مخبي حاجه ولا لا، وكلام كتير زي كده، لدرجه ان بقى في ناس بتكرهني جدا وناس بدات تحبني جدا جدا جدا، وبيقول انا عمري ما فكرت اخد حساب عمل خير من حد. ومره حد جالي وقال لي ان بنته هتتجوز وعايز يطمن للعريس، والله العظيم انا اول ما شفته اتصدمت جدا، طلع متجوز ومخبي عليهم ومحدش يعرف. وانا لما قلت كده محدش صدقني في الاول، بس ظهر الحاج قبل كتب الكتاب وهم كانوا مخطوبين. انا بقى بقيت اكره حياتي جدا وما عادش ليا اصحاب، بعدت عن صحابي جدا عشان بقيت اكتشف كل واحد وكل واحد هو مخبي عني. ولما اجي صاحب حد بعرف هو سالك ولا هو كذاب ولا بتاع حوارات والكلام ده. انا بقيت اكره ابص لحد في عيوني علشان ما اكتشفش حاجه تزعلني، وبالذات الناس القريبين مني واللي انا بحبهم. انا نفسي ارجع عليا للحاله اللي انا فيها. الناس قالوا لي انت العلاج بتاعك في المغرب، سافرت ورجعت يعني انيل من الاول، وشفت دجال هناك بس ظهرت على حقيقته وعرفت ان هو نصاب. كل فتره اكتشف حاجات فيها غريبه، والله عارف ناس كتير هتاخد الموضوع دوت بالتريقه، بس عادي انا ما يشغلنيش اي بني ادم. انا كل اللي طالبه بجد انكم تدعوا لي من قلبكم مش اكتر. انا نفسي اعيش زي اي انسان. وفي ناس بتقول ان ديت موهبه، بس بجد الحاجه ديت صعبه جدا. انا لو فكرت اصاحب حد او احب حد واكتشفت حاجه حصلت مني بعد كده انا بتضايق جدا بعد ما بكون خلاص انا وثقت فيه. فانا نفسي بجد اتعالج من اللي انا فيه ده او اموت، لان انا حياتي مدمره فعلا. فانا ممكن اشوف صوره اي حد اعرف حاجات كتير عنه، ولو حد بيسالني انا ممكن اخبي حاجات شايفها عشان محدش يزعل. وناس عندنا في المنطقه بقى يشوفوني وطالعين بيا السما، بس انا مش حابب ده. انا نفسي اعيش عادي. انا تعبت جدا. بص انا خايف اقول حاجه بخصوص كده اكون مخطئ فيها، وخايف اقول كلام اطلع غلط بعدين. ففي الاول في بعض الامور محتاجه ان هي توضح. انا عايز اقول لك ان ده مش تنبؤات، لان محدش بيعرف علم الغيب زي ما بيقولوا، والنبوه ان ربنا بيبقى عايز يعرفك حاجه عن حد وانك تروح تقولها له، وده خير وده حاجه كويسه. وهنا ربنا بيكون قاصد خير بعباده، وانما ربنا عمره ما هيكون كاشف لك كل الناس قدام عينك، لان ده حاجه صعبه. عشان كده الحاله اللي انت فيها ديت واخاف ازعم ان ده جن او شيطان، والشيطان بيكون عارف كل اللي حصل معانا في الماضي وما يقدرش يعرف المستقبل. عشان كده انت لما بتشوف حد انت بتعرف الماضي بتاعه وكل الحاجات اللي حصلت معاه في الماضي، بس ما تقدرش تعرف المستقبل بتاعه ولا الحاجات اللي هتحصل معاه في المستقبل. انا لما سالتك عن الديانه بتاعتك قلت لي انك شخص مسلم، فانا رايي والحل اللي عندي انك تروح لحد من الشيوخ يصلوا معاك، وانت كمان عليك دور انك تصلي وتخلي ربنا ينزع منك دوت لو شر. كمان خليني اقول لك ان في مسلسل اسمه المداح بتاع حماده هلال معروض السنه دي في رمضان، حتى اول حلقه ليه كانت تخوف، وده بسبب انه لما راح يصلي مع حد تعبان علشان يخف طلع عليه جن، والجن اللي كان عليه ده صعب جدا، ولما بص لها في عينيها جرى حاجات
كتير، ولما سألها عليها طلعت حاجات صح، وخدها وراح المغارة، ولما راحوا هناك طلع في جن وسحر وشعوذة وحاجات صعبة. بس المداح في الشخصية هنا بيظهر بشخصية كويسة وشخصية حلوة، فممكن تكون انت نفس الشخصية، وان ديت موهبة من عند ربنا ليك، وانك تحاول تستغلها في فعل الخير. فالحل اللي عندي واللي ممكن اغلب الناس تقول لك عليه هو انك تروح لشيخ من الشيوخ الصالحين تخليهم يصلوا عليك وينكشف السر بتاعك. اتمنى كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي تقول لنا يعمل ايه في الموضوع دوت وايه الحل، لان الشخص ده فعلا تعبان جدا بسبب اللي بيحصل له ده. ما تنساش انك تعمل شير للموضوع ده، لان ممكن يوصل لحد يكون بيفهم ويحاول ان هو يساعدنا فيه، وتكون انت السبب اللي وصلتنا للشخص ده. كمان لو عندك مشكلة أو تحدي صعب ومحتاج حد يقف معاك ويساعدك، ما تترددش إنك تبعتنا على كل وسائل التواصل اللي بنسيبها لك في وصف الفيديو اللي أنت بتسمع دلوقتي. ادخل كلمنا وما تترددش. هتلاقي برضه لينك الصراحة اللي احنا بنستقبل عليه المشاكل من غير ما نعرف هو مين، هتلاقيه برضه في وصف الفيديو. آخر حاجة ما تنساش إنك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان اليوتيوب يقترح لأكبر عدد من الناس، وأكبر عدد يكونوا بيشاركوا برأيهم في الموضوع ده. سلام.